لو كنت فاكر إن اللي بيحصل في فلسطين مجرد أخبار عابرة، يبقى لازم نسمع القصة من الأول. منذ بداية القرن العشرين وفلسطين بتعيش أحداث كبيرة ومؤثرة شكلت تاريخها وحاضرها، من النكبة سنة 1948 مرورا بالنكسة في 1967 لحد الانتفاضات والحروب المتتالية. الشعب الفلسطيني بيواجه تحديات كبيرة، لكن دايما بيظهر صموده وإصراره. في 1948 حصلت النكبة اللي انتهت بتقسيم فلسطين وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين. بعدها في 1967 جت النكسة، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وسينا والجولان. ورغم كل ده الشعب الفلسطيني ما استسلمش، وبدأت انتفاضة الحجارة في 1987 واللي كانت رمز للمقاومة الشعبية. في 2000 اندلعت انتفاضة الأقصى وزادت المواجهات مع الاحتلال. في السنوات اللي بعدها حصلت حروب كبيرة على غزة، زي حرب 2008-2009 وحرب 2012 وحرب 2014، واللي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة. في 2024 شهدت غزة تصعيد جديد بدأ بعملية طوفان الأقصى، وردت إسرائيل بضربات جوية عنيفة استهدفت مباني سكنية ومرافق حيوية وتسببت في نزوح آلاف الأسر. ورغم كل ده لسه الشعب الفلسطيني لسه صامد ومتمسك بأرضه وحقوقه.